خد اقول لك ازاي تعمل الجبنه الكريمي اللي بتتباع في المطاعم بمكون واحد بس وموجود في البيت عندك. طب يا جماعه بعد فيديو السماش برجر اللي فات في ناس قوي طلبت مني طريقه الجبنه الكريمي. انا في الفيديو ده هعمل لكم الطريقه ومش هتكلفكم بالظبط الا نص لبن، يعني خليك تعمل الجبنه الكريمي في البيت ومش هتكلفك بالظبط الا نص كيلو لبن، واظن النص كيلو لبن ده موجود في كل البيوت، يعتبر هتعملها ببلاش اصلا. ما تنساش بقى تصلي على النبي وتعالى نشوف الطريقه. اول حاجه هتجيب نص كيلو لبن، ويفضل ان هو يبقى سايب عشان هتطلع منه قشطه ووش اكتر. هتحطه على النار يغلي لحد ما يفور معاك. اول ما تحس انه خلاص بيغلي وهيفور معاك وهيتكب، هتنزل عليه بنص ليمونه. هتلاقي كل الغليان اللي كان بيعمله ده هدا وراجع من الاول خالص. وبعدها تديله تقليبه عشان تمكس الليمون مع اللبن، وهتسيبه لحد ما يغلي تاني. لو ما لقيتش ان اللبن معاك كسر هتنزل بنص ليمونه تاني، ولو برده ما عملش هتنزل بنص ليمونه تالت، هتبقى كده ليمونه ونص. اقصى حاجه انت ممكن تعملها تنزل بليمونه ونص على نص كيلو لحد ما يبقى شكله عامل كده. بعد ما تلاقي اللبن معاك قطع كده ومفصل عن الميه بتاعته هتصفيه، وهتنقله في اي مصفى تاني وهتقعد تصفي فيه وتتاكد ان ما فيهوش ميه خالص. وبعدها تنزل عليه برشه ملح، وهتجيب الكبه بتاعتك وبعدها تنزل عليها بالجبنه اللي عملناها مع شويه زيت وتضرب يا معلم. المهم يا غالي هتفضل تضرب فيها لحد ما تطلع معاك